يوسف إدريس، مسمينه تشيكوف القصة العربية، والاسم ده مش كبير عليه ولا حاجة. يوسف ده عبقري القصة القصيرة، وهو كمان هو شرقاوي بلدياتي، وهو كان انا اعرف له كانت معجبه بيه جدا، مش معجبه، متيمه بشغله صافيناز كاظم، فكانت كل ما تكتب عنه كانت بتكتب عنه بتقديس يهاجموه. فمره قال لها يا صافي يا صافي بطلت تكتب عني يا صافي. كتب لي انا فاكر اهداء مش هنساه ابدا: الى الفارس الذي تمنيت ان اكونه، الى بلدياتي ابو النجوم الشاعر والمقاتل العظيم. ده كان على بيت من لحم، وعمنا يحيى حقي ده يا ريت انا كنت قربت منه. ده استاذ الاساتذه، ودي ظاهره غريبه في مصر، ان غير المصريين اللي بيجوا هنا بيقعوا في هوا مصر المحروسه دي بيبقوا مبدعين كبار قوي، زي عم يحيى حقي ده، وزي العائله التيموريه كلها، وزي فؤاد حداد، وزي بيرم، وزي شوقي حتى. من المبدعين العظام عمنا يحيى حقي، وده حبيبي بقى. اول مره قابلته لويس عوض ده هو الابن النجيب لطه حسين، يعني يتقال طه حسين لويس عوض، وبعدين بعده يبقى منظور بقى والناس دي كلها. لويس عوض ده خدوه حبسوه في السجن في المعتقل، وكانوا واحد عسكري قابله مره اسمه ابو الانوار، لويس عوض لابس الوردروبه بتاعت السجن دي وماشي حافي وحالقين له شعره شوارع كده بالموس. فالشويش قال له خد ياض، قال له لويس عوض خد ياض. اول ما اتقابلنا انا والدكتور لويس فقال لكوثر مدير مكتبه: كوثر انا عندي اجتماع مع الاستاذ نجم، ما حدش يخش عليا. قلت له ايه يا دكتور لويس ده؟ من هو له كتاب اسمه فقه اللغه، طبعا لو صدر دلوقتي، لو كان صدر ايام ما كان موجود كناش هنقوله، لكن انا بناشد كل اللي يقدر يساهم في نشر هذا الكتاب العظيم اللي بيعمل الحكايه دي خدمه لمصر وحبا في مصر المحروسه اللي لويس عوض مات بعشقها. قال لي اول ما تقابلني قال لي انا كنت على فكره كنت اكثر من مره، انت طبعا زعلان مني انا ما جاتلكش شهاده، بس انا قلت له ايه ما جابكش شهاده؟ قال لي قالوا لي انك بتحشش. قلت له طب ما انت بتشرب ويسكي. فصلنا حكايه شويه، قال لي اه والله صحيح، وراح ضحك. مره بعت لي خيري الله يمسيه بالخير، كان اسمه خيري ايه، كان في الطليعه، قال لي الدكتور لويس عايزك. كان لسه نوره بنتي مولوده. وبعدين رحت قال لها كوثر انا عندي اجتماع مع الاستاذ نجم، وكان بيشرب سجاير اسمها جيتان، كنت بخلص له العلبه طبعا. وبعدين قعدنا قال لي طبعا انت بالنسبه لنا كلنا قيمه احنا نملكها وبتاع، وانت لما اتجوزت صافيناز احنا قلنا هو حر، انما انك تقف مع اعداء، ان الاقي صافيناز واقفه في حاله سكر بين في نادي السيارات مع، كان من الحاجات المتعفنه خالص في الثقافه. انا ما كملتش يعني ما سمعتوش قال ايه، رحت واخد بعضي ونازل ورحت على البيت. صافيناز نايمه زي ما هي، قلت لها انت كنت امبارح في نادي السيارات؟ قالت نادي السيارات ازاي؟ في ايه؟ قلت لها الدكتور لويس عوض شافك وانت قالت لي يا ابن الكلب يا مجنون انا نايمه بدمي اول نادي السيارات انا لسه والده. قال لها قلت لها والله فعلا صحيح. طب ازاي؟ قالوا وبعدين قالت لي لازم، هي مجنونه صافيناز، قالت لي لازم نروح للدكتور لويس نتغدى عنده في الاهرام. يعني صافيناز انت لسه عيانه؟ قالت لي لا، ورحنا له. فطلعنا غدانا فوق في الكافيتيريا بتاعت الاهرام. قالت له ازاي يا دكتور لويس تتصور ان انا بشرب خمره؟ انا قبل ما اخش المعتقل ما كنتش بشرب خمره، بعد كده بشرب خمره. فقالت له طب قال لها امبارح جت ليلى ابو سيف، قال لي بعد ما خرجت انت دخلت عليا ليلى ابو سيف، هو قال لي ايه؟ قال لي انا عشان اظبط صافيناز متلبسه قلت لها احنا حزنا من اجل ما حدث لك، لان كانت اعتقلوها. فبيقول لي بعد ما خرجت جت ليلى ابو سيف قالت له دكتور لويس انت امبارح قلت لي احنا حزنا من اجل، وانا حدث لي ايه؟ قال لها هو انت اللي كنت موجوده في نادي السيارات؟ قالت له اه.
لا ده صورت صافي ناظر وقلت النجم وبتاع، وقعدنا معاه بقى وغدانا وهو وصافي ناظر لما بيقعدوا مع بعض متعه متعه، هما الاثنين نمامين، وهو نمام رهيب الدكتور لويس ده الله يرحمه. برضه هرجع تاني اقول يا اخوانا يا اللي بتحبوا مصر، عايزين كتاب فقه اللغه يتنشر، لان انا رايي ان ده لازم يتقرر على المدارس. تعظيم سلام يا عمنا. وعم رمسيس يونان وعم صلاح عبد الكريم وعم حسن فؤاد الباشا، ويا ريت كان الواحد يبقى له علاقه يشوف الناس، وعباس الله يرحمه عباس الاسواني وعم الشيخ عبد العزيز البشري، وما يعني ده متحف او ارشيف ريش الواحد يشكر عليه مجدي ومشيل، ودول ده الثلاثي الرهيب ده، الثلاثي المقدس ده، رامي والسنباطي وام كلثوم، عباس احمد حبيب الله يرحمه، ويحيى الطاهر عبد الله العبقري، يحيى اللي عمل الطوق والاسوره، ويوسف بيك وهبي وسليمان بيك نجيب. سليمان بيك نجيب كان مدير دار الاوبرا الملكيه، وعمنا نجيب الريحاني شاب من الشرق. يعني انا نفضل نلف في وسط ده الراجل ده عبقري السينما المصريه. عز الدين ذو الفقار ده له مخرج الروائع ولا المخرج العالمي ولا مش عارف ايه، بس الراجل ده اللي يشوف شغله ده حاجه ملهاش حل. عز الدين ذو الفقار هو عامل فيلم اسمه مش عارف نهر الحب ولا حاجه زي كده، ده عباره عن قصيده مش فيلم، مش سينما، دي قصيده فعلا. عز الدين وعامل امراه في الطريق، وده الشاعر العظيم امل دنقل ونجيب سرور حبيبي. امل ده دفعتي، يعتبر دفعتي، لأن بعد هزيمة 67 خرجوا قصيدتين، واحدة بالفصحى واحدة بالعامية. بالفصحى قصيدة أمل دنقل العظيمة اللي هي البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، وقصيدة أنا بقرة حاح، وده نجيب سرور وما أدراك ما نجيب سرور، وده فتحي السعيد الظريف الجميل الشاعر الجميل. فتحي ده كان متخصص يروي نوادر الشاعر الخالد العظيم شاعر البؤس عبد الحميد الديب. قال لي مره كان واحد اظن كامل الشناوي اداله بلطو جديد، بلطو جديد خالص، بس اللي لابسه الديب ملوش علاقه بحاجه خالص، فالبلطو عمال رسمه يعني. فماشي عبد الحميد الديب كان بيقضي طول الليل في شوارع القاهره ملوش حته ينام فيها، وبعدين ماشي بالبلطو كده في ميدان الاوبرا القديمه يعني اللي كانت اوبرا يعني. فقابله واحد فلاح كده، استاذ عبد الحميد الديب، قال له اهلا وسهلا انا من عشاقك والله وبتاع، خده بالحضن وتعالى، وعلى الكازلو بتاع صفيه حلمه دي خده وفطره وجاب له شاي وجاب له سجاير واداله جنيه. عبد الحميد الديب بقى مذهول، قال له انت، قال له انا عمده من جوار المحله كده، والله العظيم عايز اراسلك يا استاذ عبد الحميد. يعني قال له يا ريت نتراسل، قال له طب اديني العنوان، قال له بس تقول القاهره عبد الحميد الديب بالبلطو، لانه كان ساكن في البلطو مفيش غيره. الله يرحمك يا عم عبد الحميد يا ديب، الله يرحمه. وده عمنا كامل الشناوي اللطيف جميل ومأمون كمان، نعيم بسيسو وصالح جودت. يوميات نائب في الارياف، هذا التنويري العظيم توفيق الحكيم مؤسس لغة المسرح الحديث اللي مسمينها المسرواية. هو كان دمه خفيف جدا، وكان بخيل جدا. فأنا الوحيد اللي كنت أروح عنده الأهرام وما يطلبش لحد حاجة، كان يطلب لي 2 قهوة. أنا كنت مصمم أروح له، هو يطلب لي القهوة أول ما أوصل، وقبل ما أجي أمشي أقول للراجل هات لي بقى قهوة عشان همشي. كان دمه خفيف عم توفيق الحكيم ده، وراجل من يوميات نائب في الارياف ده لازم يتقري، لان ده مطلع احشاء المجتمع واحشاء الاداره المصريه
راجل جاي من باريس على طول وجاي احلام ورديه وبتاع، وهيبقى وكيل نيابه وهيقلب الدنيا واتقرا. وكمان له مسرحيه عبقريه اسمها اهل الكهف، دي لازم تتقري برضه. انا مش عايز اشتغل مدرس، لكن انا بقول تعظيم سلام لاسيادنا دول اللي عملوا الثقافه المصريه، دول اللي عملوا التنوير في مصر، دول اللي عملوا نهضه مصر، دول اللي ليهم تعظيم سلام. عم حسن فؤاد الشجره المثمره، وعباس الاسواني بقى. عباس اخر نكته، اخر نكته سمعتها منه قال لي ان السادات جاب البابا شنوده، قال له ايه يا شنوده؟ انا عمال تعب نفسي وزوري بيوجعني ولساني وجعني من الوحده الوطنيه، الوحده الوطنيه، وانت يا شنوده انتخابات المجلس الملي ما يطلعش فيها مسلم واحد. قال له ازاي يا ريس؟ مسلم واحد ازاي يعني؟ قال له ايوه. قال له يعني هو ينفع واحد مسيحي يبقى يدرس في الازهر؟ ما احنا بنقول وحده وطنيه يا شنوده. ايوه ينفع. قال له طب يا ريس ينفع ان واحد مسيحي يبقى رئيس وزراء؟ قال له الله تاني يا شنوده. ايوه يا سيدي ينفع. قال له طب يبقى ينفع يا ريس واحد مسيحي يبقى رئيس جمهوريه؟ قال له ولا المسلم